لما شفت الاعلان بتاع اتصالات بتاع احمد حلمي، اول مره حسيت انه بيقول اي كلام وخلاص ملوش علاقه بفكره الاعلان. بس لما الاعلان اتعاد كذا مره حسيت انه لا، مش بيقول اي كلمتين ورا بعض وخلاص، بالذات لما قال كلامي مش فاضي. كلامي مش فاضي، وركز في الكلام. هقول كلام عادي، كلامي مش فاضي. المهم اصريت افهم هو بيقول ايه، قعدت اعيد الاعلان بتاع 5 مرات ورا بعض. اكتشفت اخيرا ان احمد فعلا كان بيقول الكلام اللي كان في الورقه قدامه. جدد باقة حكاية اسبوع 2 او الشهر كله، واتصدمت جدا لما اتأكدت انه فعلا بيقول الكلام ده. طب ازاي؟ الاول فضلت ادور في الموضوع لسبب مش عارفه الحقيقه. اكتشفت انه كان زمان في الشارع لغه اسمها صيغه ليمون. دي كانت لغه استخدمها في الاول البلطجيه، بحيث لو في قلق في المكان وشكوا ان في حكومه يبداوا يتكلموا باللغه دي بحيث يحذروا بعض ومحدش يعرف هما بيقولوا ايه. وقريت كلام ان زمان ايام الاحتلال كان الناس بيستخدموها في الشوارع لو عايزين يوصلوا كلام مش مهم لبعض، بحيث لو في جنود احتلال في المكان محدش يقدر يفهم هما بيقولوا ايه. المهم اللغه دي اتداولت بقى لحد ما بقى الشباب زمان كانوا بيستخدموها على الناصيه، واطلق عليها لغه الناصيه. حتى احمد مكي استخدمها قبل كده في اغنيه لو تفتكروا، وقفه ناصيه زمان، لما قال ساسب حواجب، ساسب حواجب سيفهم يتنيل ساجه. وقفة الناصية اتعلمنا فيها كتير لغات، السملمون كانت لغة بنرغي بيها لساعات. طب يعني ايه؟ لو في غريب ما بينا ومش عاوزين يفهم معنى الحاجات، ساسب حواجب سيبهم يتنيل ساجة حالات. الخلاصة يعني من الموضوع، لو عايز تعرف احمد حلمي كان بيتكلم ايه وتتكلم نفس اللغة اللي هو كان بيتكلمها، يلا تعالى افهمك. اكتشفت ان الموضوع طلع بسيط جدا وغريب في نفس الوقت. الفكرة وبكل بساطة انك بتشيل اول حرف في الكلمة وتحط مكانه سين، وبعدين بتحط كلمة بعده اي حاجة، المهم اول حرف فيها يبقى نفس الحرف اللي انت عايز تحطه في اول الكلمة بتاعتك اللي انت شلت منها الحرف وحطيت مكانه سين. هديك مثال، يعني لما تيجي تقول لحد كلمة ازيك، هتشيل اول حرف اللي هو الف تبقى زيك، وحط سين تبقى زيك. وتجيب اي كلمة مش مهم يكون معناها او قيمتها او اي حاجة، المهم ان هي تشيل اول حرف في حروفها كلمة الالف. يعني تقول زيك اي حاجة بقى بتبتدي بحرف الالف، بحيث اللي يشوفك او اللي يسمعك يفهم، يشيل حرف السين من زيك ويحط اول حرف من الكلمة اللي بعدها. يعني ممكن نقول زيك ارنب، ساحشني وطواط. عرفت يعني ايه ساحشني وطواط؟ نفس الكلام، شيل السين، خد اول حرف من الكلمة اللي بعدها اللي هي وطواط وحطها مكان السين هتبقى وحش، وهكذا. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يعني طبق كده على الكلام اللي كان بيقوله احمد مكي في الاغنية، هيطلع حاسب يفهم حاجة. طبعا حلمي بقى كان بيقول سدد جون يعني جدد، الساقة بالون يعني الباقة، هكذا لحد اخر الاعلان. وعشان كده اطلقوا عليها اسم صيغة ليمون يعني لغة. اللي ضايقني اني اكتشفت بعدها ان في ناس كتير كانت عارفة الحوار ده وما قالوش، فانا قررنا نقوله بطريقة مبسطة. شكرا شكاير سلي علي سكتك قرايس يسمع صاحبي صفحة.